السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نعمل آيس كريم المانجا بطريقة سهلة وسريعة، وطعمها مثل اللي بنشتريه من برا وأطيب بكثير. قبل ما نبلش لا تنسوا تصلوا على النبي ولا تنسونا باللايك والاشتراك. نحتاج لمانجا جيبوها مستوية وتكون حلوة مثلكم، العدد مثل ما بتحبوا. بنحتاج برضو لكيس تفريز، يفضل من الإلهم سحاب. بلشت بتقطيع المانجا، بالأول قطعتها لنصفين، وبعد هيك عملت فيها من الداخل خطوط بالطول والعرض، فصارت بهذا الشكل على شكل مربعات. واستخدمت الملعقة لحتى أزيل اللب. فالنصف الثاني أزلت النواة، وباستخدام الملعقة فرغتها بشكل مباشر بهاي الطريقة. بعد ما جهزت فردتهم بداخل الكيس وسكرته منيح، وتركتهم بالفريزر أقل شي 4 ساعات أو ليلة كاملة. أنا تركتهم لليلة كاملة، فصاروا بهذا الشكل جامدين. بنحاول طبعا نفككهم عن بعض بهاي الطريقة، وبعد هيك بنضعهم بمحضرة الطعام. نحاول نخلي القطع صغيرة لحتى تسرع عملية الفرم. بنخلطهم كثير منيح ليصير الخليط ناعم وكريمي بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. ونيجي هسا لباقي المكونات اللي بتخلي الطعم بصراحة كثير خرافي. أضفت تقريبا ربع كوب حليب بودرة، وضفت مغلف عصير بودرة بنكهة المانجا. اختاروا نوعية تكون ممتازة بتعطيكم نتيجة أطيب. ممكن تستبدلوه بنكهة المانجا ولون برتقالي. ضفت آخر إشي التوبينج، أو ممكن تستبدلوه بقشطة ربع أو لنص العلبة، أو ممكن تستبدلوها بملعقتين جبنة كريمية. خلطتهم مرة ثانية لحتى يندمجوا المكونات كثير منيح مع بعض لصاروا بهذا الشكل. شوفوا هيك القوام ما أحلاه. طبعا إذا جربتوها مرة بضمن لكم إنكم راح تجربوها أكثر من مرة. بعد هيك وضعتها بحافظة نظيفة، وسويت السطح كثير منيح، وتركتها بالفريزر لمدة ساعتين تقريبا. وهالخطوة اختيارية. بعد ساعتين بنخرجهم من الفريزر وبنخلطهم بالهاند ميكسر. ممكن تستغنوا عنها إذا مش متوفر، بس بتخلي القوام كريمي أكثر. بعد الخلط بنرجعهم على الفريزر مرة ثانية لحتى يجمدوا. هذا الشكل هيك الآيس كريم جمدت وصارت جاهزة للتقديم. بعد ما خرجتها من الفريزر بتركها تقريبا 5 ل10 دقائق لحتى تذوب شوي. باستخدام ملعقة البوظة بنقدمها بالصحون، وصحتين وهنا. وبإمكانكم تزينوها بالمكسرات اللي انتم حابينها، فستق حلبي أو لوز أو المكسرات اللي متوفرة عندكم. أنا ضفت لوز مجروش. صحتين وهنا.